أب بحسب قلب الله، من كتاب الإبوة لجوش ماكدويل. أول مرة مسكت فيها طفلي بين إيديا اتمليت كتير من مشاعر الفرح والإعجاب، لكن الإحساس اللي سيطر عليا هو الخوف. أنا مش عارف إزاي أبقى أب. دي الجملة اللي ابتدى بيها الكاتب كتابه. فالإبوة أخطر وأهم الوظائف في الحياة، وعشان تقوم بالوظيفة دي بتتعلمها بالتجربة والخطأ. كتير من الآباء بيحسوا إنهم بيجاهدوا طول الوقت عشان يبقوا أزواج وآباء ناجحين، وبقت الإبوة والتربية مسؤولية مرعبة، خصوصا في أزمنة صعبة بقى فيها الشر والمبادئ الغلط هي اللي سايدة. ووضح الكاتب إن الآباء بيحملوا ويرسموا صورة نموذجية عن الأب اللي المفروض يكونوا زيه، صورة الأب المثالي، الأب اللي بيحسس أطفاله بالإيمان والثقة معاه، الأب المحبوب والمقبول من أسرته، الأب اللي بيقول عنه أولاده إنه دايما بيوفي بوعوده، الأب اللي أولاده وبناته ناجحين في كل جوانب حياتهم وبيرفضوا الإدمان بأنواعه وعلاقاتهم صحيحة بالآخرين، الأب اللي بتشكره بنته إنه كان دايما موجود في وقت ما كانت محتاجاه وإنها تتمنى تتجوز واحد زيه، الأب اللي يقدر ابنه يقعد جنبه ويشاركه بكل تفاصيل حياته ويسأله عن رأيه ومشورته. وقال الكاتب إن الأب المثالي صورة مصغرة عن الأب السماوي اللي جسد لينا النموذج المثالي عن الأبوة الصحيحة وإزاي تكون. لكن المشكلة اللي شارك الكاتب بيها عن اختباره الشخصي إنه بسبب أبوه كان شخص قاسي وغير مهتم ومدمن، ده أثر على صورة الأب السماوي في ذهنه، فكان دايما شايف ربنا بصورة الأب اللي مش راضي عنه ومش هيصبر عليه، اللي بيهدده إنه إما يمشي بحسب إرادته ومشيئته أو هيعاقبه. أخطر أمر في الأبوة إنها بتعكس صورة الأب السماوي للأبناء، فهم بيؤمنوا إن الله بيحبهم وبيرعاهم وبيقدرهم بنفس الطريقة اللي بيعاملهم بيها الأب الأرضي. ووضح الكاتب إن مفتاح الأبوة الناجحة هو العلاقة القوية بالأب السماوي، مش بس لأنه الأب المثالي، لكنه منبع ومصدر القوة اللي هيخليك تقدر تقوم بدورك كأب بمساعدة الروح القدس. كل ما كانت علاقتك بالله قوية هينعكس ده على علاقتك بأولادك. وسأل الكاتب سؤال: إزاي أكون أب مثالي شبه الأب السماوي؟ وقال عشان نجاوب السؤال ده هنحتاج نتأمل في صفات الأب السماوي. أول صفة من صفات الأب إنه المحب للأبد. فالأب السماوي حبنا من الأزل ومش مستني إننا ننظف نفسنا أو نعمل اللي يرضيه عشان يحبنا، لكن حبنا حب كامل ومن غير شروط. فالله المحب بيحزن ويتألم من خطايانا وعدم طاعتنا، لكن مش هيقف أبدا حبه لينا. وده نوع من أنواع الأبوة اللي يحب يشوفها فينا الله، الأب اللي يقبل ويحب أولاده من غير شروط ومن قبل حتى ما يبادلوه الحب، اللي مش منتظر تصرفات أو صورة معينة يكونوا عليها عشان يكسبوا حبه، الأب اللي لا شغله ولا اهتماماته ولا أصحابه ياخدوا مكانة أولاده. تاني صفة من صفات الأب السماوي قالها الكاتب: الأب الصادق والأمين. الأب السماوي وصى شعبه من آلاف السنين بالأمانة في تعاملاتهم مع الآخرين، لا تسرق ولا تكذب ولا تشهد زور. وطبيعة الله وواحدة من صفاته إنه إله أمين وصادق، ودي صفة الأب المثالي، إنه يكون أمين في السر قبل العلن، أمين في تعاملاته، أمين في شغله، ما يقبلش الغش ولا الكذب ولا السرقة، أمين حتى في اعترافه بالغلط والاعتذار. وده هينعكس على أولاده لأنهم هيتعلموا الأمانة من اللي بيشوفوه في الأب وأمانته في كل حياته. ودور الأب بيشجعهم ويكافئهم في أمانتهم في كل موقف في حياتهم لغاية ما تبقى الأمانة جزء من طبيعتهم. ثالث صفة وهي الأب الجدير بالثقة. فالأب السماوي جدير بكل الثقة، يوفي بوعوده وهو حافظ العهد للأبد حتى لو ما وفناش بوعودنا ليه. ودي الصورة اللي يحب يشوفها الله في الأب الأرضي، الأب اللي بيوفي بوعوده لربنا ولولاده وما يخيبش أملهم ولا يكسر قلبهم، اللي أولاده بيثقوا فيه في كل كلامه. ولأن الأمر صعب بسبب ظروف الحياة، الكاتب بينصحك إنك ما توعدش بأمر مش هتقدر تعمله، ولو حصل مرة وما قدرتش توفي بوعد اعتذر واشرح السبب وما تكررش الأمر. رابع صفة من صفات الأب السماوي قالها الكاتب إنه الأب بيسند ويواسي ويساعد. والأب المثالي محتاج يكون بيساعد ويواسي ويسند أولاده ويقبل عجزهم ويقبل أخطائهم ويساعدهم على تصحيحها ويشاركهم ألمهم ويهون عليهم مشاكلهم. وطبعا ده هيحتاج من الأب إنه يكون متاح وعنده وقت كافي لأولاده،
وإنه يدخل جوه عالمهم، وكمان يراقب كلامه وتعليقاته لأنها ليها تأثير كبير على أولاده. خامس صفة، الأب ملجأ للأمان. فالأب السماوي هو الصخرة والملجأ اللي فيه بنلاقي الأمان من الضغوط وتغيير الزمن، وهي دي صفة الأب المثالي، حسن الأمن والأمان اللي دايما بيجروا عليه أولاده علشان يلاقوا الحماية من الضغوط. الأب اللي بيمسك بإيده أولاده ويقول لهم إنه معاهم، وإنه مهما كانت صعوبة الأمر فهو هيمر بيه معاهم. ونصح الكاتب الأب إنه يكون منتبه ويلاحظ أولاده وقت ما بيمروا بوقت صعب، عشان يبقى جنبهم ويسندهم وقت مش بيقدروا يتكلموا ويعبروا عن اللي بيمروا بيه. سادس صفة، الأب الصديق. الأب السماوي الصديق موجود دايما ومتاح، وهو بيشتاق يقضي الوقت معانا ويكشف لينا ذاته، وهو ده نوع الأب المثالي، الأب الصديق اللي دايما متاح لولاده، بيسأل ويهتم ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان يشارك أولاده أصغر تفاصيل حياتهم، ويزرع اهتمامات مشتركة بينه وبينهم، اللي بيتكلم بصدق وصراحة ووضوح مع ولاده، اللي تطلبه بنته بس علشان تسمع صوته، ويقعد معاه ابنه علشان بس يحكي عن يومه. وسابع صفة وضحها الكاتب، الأب اللي بيغفر وبيسامح. الأب السماوي في حبه العجيب غفر وسامح ومحى كل خطايانا على الصليب، ولسه بيغفر وبيسامح. وهو ده صورة الأب المثالي اللي بيسامح أولاده مهما كان حجم الغلط. ومش معنى كده عدم التوجيه للصح أو تحمل نتيجة الغلط، لكن معناه إنه يغفر وينسى وما يفتكرش الغلط، لكن يركز على الصح. وده هيساعدهم يتعلموا يسامحوا نفسهم ويسامحوا اللي بيغلط في حقهم. ونصح الكاتب إنك تعتذر لأولادك وقت غلطتك وتطلب منهم يسامحوك. وفي النهاية بيشجعك الكاتب إن مهما كانت الأبوة صعبة ومهما كانت الضغوط اللي بتواجهها، لكن افتكر دايما إنك تصلي بطلب العون من الله، قرب منه أكتر، وكل ما زادت علاقتك بيه هتزيد علاقتك بأولادك، لأنك هتلاقيه بعينك وبيساعدك علشان تكون أب مثالي على صورة الأب السماوي. الفكرة خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل عن الأبوة. بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.